والدتي الله يرحمها، واختي الله يرحمها اسمهان برضو، واخويا فؤاد اللي الحمد لله لسه عايش، وانا اهو لسه ربنا عايش يديك برضو. الصحة. ف يعني والدتي لما السبب اللي احنا جينا بلدنا مصر كان في ثورة في جبل الدروز مع طبعا عمي قائد الثورة السورية اللي هو سلطان باشا الأطرش، ومع عمومتي التانيين وأهلي كانوا بيحاربوا الاستعمار الفرنسي. فوالدتي خافت علينا ووالدي، فبعتونا قالوا روحوا انتوا اقعدوا في مصر لحين ان تنتهي الثورة ان شاء الله بالانتصار وترجعوا تاني لبلادكم. انا بعتبر انه كل بلد عربي بلادي واوطاني. فمصر جيت انا هنا حوالي سنة 1924 على ما اذكر. وكنا صغيرين. انا جيت عمري كان 7 سنين لان انا اتولدت 1917. تذكر اليوم ده أستاذ فريد؟ انا اذكر طشاش يعني لانه جينا ودخلنا كلاجئين سياسيين، وقفنا ما كانش معانا جوازات سفر، فقعدونا في المطار على ما اذكر، واحنا اولاد صغيرين ووالدتي ويانا. واتصلت السلطات والامن العام هناك، كان ايامها الله يرحمه سعد باشا زغلول، وقالوا لهم في عائله من عائله الاطرش في افراد كذا وكذا وكذا وجايين يطلبوا اللجوء السياسي. فسمحوا لنا وتكرموا علينا ودخلنا مصر كلاجئين سياسيين من عائلة الأطرش، جايين هنا عشان خاطر نلتجئ كناس هربانين من الثورة في ظروف عصيبة. نعم يعني عصيبة. فكانت النتيجة الحمد لله أن استضافتنا البلد المضيافة الكريمة بأهاليها وناس الكرماء اللي فيها النبلاء. فدخلنا مصر، وبعدين طبعا ابتديت أنا أروح المدرسة، ووالدتي بعتتنا. وما تقدرش تتصور بقى العذاب اللي الله يرحمها والدتي تعذبته، لانه كنا مقطوعين عن اهلنا وما كانش في حد يعولنا. فكانت والدتي بتشتغل حاجات، تعمل مناديل بقوية. انا اتذكر والدتي كنت اشوفها بعينيا، واتذكر الايام دي كانت تشتغل في البيت حاجات بترتر والحاجات دي عشان خاطر تصرف علينا وتعولنا لحد لما تنتهي، واهالينا ما يعرفوش احنا فين ولا عناويننا ولا قادرين نتصل بيهم ولا هم قادرين يتصلوا كان سبل بينا. الاتصال مش ميسرة في الوقت ده بين مصر ابدا. وسوريا، انت يعني كان عملية مش اتصال سوريا صعب. مش سوريا لانه الحرب كان في جبل الدروز. اه فكانت مقطوعه الدنيا، المواصلات ازاي تقدر تبعت زي الجوابات هتوصل؟ لا يمكن، كانت مقطوعه في حرب. في حرب في جبال، احنا جبال الدروز. كانوا العرب الدروز هناك مع سوريا بالاتحاد مع سوريا طبعا كانوا بيقاوموا في جبال فرنسا، مش بلد صغيره، كانوا بيقاوموا فرنسا والحمد لله انتصروا بالصبر والشجاعة والإيمان. قدروا ينتصروا على الفرنسيين ويخرجوهم من البلاد وينتصروا عليهم. وحصل اتصال بعد كده. بعد بقى سنين كنا بقى ايه، قعدنا ودخلنا مدارس وابتدينا نتربى ونتعلم. سنة 29 مش عارف مين سمعني في البيت بغني بدندن، فقالوا لوالدتي ليه ما ده تعلم. يوم تاني بقى. ده يوم تاني. كنت بروح المدرسة، مدرسة الخرنفش، مدرسة الفرير يعني، مدارس مسيحية. فكانوا بيجوا يرتلوا تراتيل دينية، كنت أنا أعجب بيها. والمسلمين كانوا يخرجوا من الفصل أثناء التراتيل الدينية دي، لأنه طبعا ده الدين لله كله. فلما المسلم كان عايز يخرج مش عايز يحضر، كان له الحق أنه يطلع ما يحضرش حصة التراتيل الدينية. أنا كنت بقعد لأنه حبيت الأهازيج الدينية دي والتراتيل والنغمات الحلوة. ما اعرفش، لان ربنا يظهر كان حاطط في قلبي وجسمي ونفسيتي ومشاعري كلها، كان في موهبه، في حاجه في نفسي. فكنت بحب التراتيل دي واقعد اغني وياهم وارتل وياهم. فحسوا ان انا في صوت يعني كويس المدرس. فيظهر وصلوا لوالدتي قالوا لها فريد بيرتل وكان بيقود كمان فرقه التراتيل الدينيه ومعجب جدا بالتراتيل الدينيه. فما دام عنده الاحساس ده ليه ما تعلمهوش موسيقى؟ فوالدتي بعتت لي المعهد الموسيقي وقبلوني، امتحنوني ونجحت في الامتحان الحمد لله، ودخلت اتعلم بقى اصول السولفيج والنوتة وعلى اساتذه. ده يوم بقى من الايام الرئيسيه في حياتك اللي بدات اتعلم الموسيقى. تتعلم فيه الموسيقى. طبعا ده كان تحول من تلميذ ما اعرفش مصيري ايه في الدنيا، بستنى القدر لما اهلي يخلصوا من ثوره وما عندناش ناكل، ووالدتي بتشتغل عشان تعيشنا. واضطريت انا في هذه الاثناء من دخولي المدرسه وانا صغير عشان اساعد والدتي
اني اروح اشتغل في محلات اسمها كان بلاتشي في الموسكي، واركب عجله واوزع اعلانات واشتغل كاي عامل بسيط. تذكر يعني الايام دي يا استاذ فريد؟ لا يمكن انساها. لا يمكن انساها. يعني بتذكر فيها ايه؟ ما بتذكر زلت فيها مواقف حلوه؟ لا، هي مريره، يعني ما فيش شك انه لاي نفس طبعا كبيره او لاي نفس يعني. لكن انا كنت بحس ما كنتش بحس بذل، لانه بشتغل بعرق جبيني يعني. وانا حتى صغير ما كنتش بلاقي ده في غضاضة او عيب. العيب انه واحد يمد ايده للناس او يشحت او يكون سئيل او يروح أو يكون عالة على يتذلل آخر او يعني. يكون عالة على ناس تانيين. فانا ما لقيتش غضاضة ابدا ان انا اشتغل. كنت بشتغل بالنهار من الساعة 7 الصبح، واروح المدرسة بعد ما قدرتش اكمل، لانه ساعات كنت بتغيب عن المدرسة. النهارده يقولوا لي روح وزع اعلانات مثلا في باب الشعرية، روح وزع اعلانات مش عارف ايه، فاتغيب عن المدرسة. ده اول مبلغ بقى برضو الناس توسطوا لي، واقمت حفله سنه 29 في تياترو بريطانيا، كان في شارع مدين اسمه بريطانيا. ولقيت عندي موهبه، ربنا اداني موهبه، بقيت الحن حاجات صغيره لبديع مصدمي، للفرقه يعني، سكتشات صغيره، ديالوجات غنائيه. انا وبديعه كنت بشتغل في ابراهيم حموده المطرب المعروف، فكنا بنعمل تريالوج يعني، بديع في النص وهو من هنا وانا من هنا، ونقول حاجات مع بعض كنت انا بلحنها. استاذ فريد، تذكر اليوم اللي مسكت فيه العود وحسيت انك بتلحن اول مره؟ ايوه معلوم، لانه انا سبب ان كان في عود في البيت، لان والدتي الله يرحمها كانت غاويه عود، تضرب عود شويه. فانا العود كان موجود في البيت، كنت اخد العود وادندن عليه كده، اطلع نغمات يعني من غير معلم. انا اللي علمتني الحياه والموهبه اللي ربنا اداها لي. يعني لقيت نفسي انا بضرب من غير معلم، بودني اللي ربنا جعل فيها فن وموهبة، ساعدتني على اني اقدر اطلع نغمات، لان ودني سليمة، وقدرت اني ابتدي اعزف من غير اي مدرس، بس بمجرد ان والدتي تضرب قدامي اقلدها، وابتديت اتعلم. لكن لما رحت المعهد كنت بقى ابتديت يعني اتمرن واوصل اني ابقى اتقدم بسرعة، لدرجة انه سنة 1934، ودي كانت نقطة تحول كبيرة جدا في حياتي، اني وصلت اني اعزف عود بدرجة يعني بكل تواضع، درجة يعني ما كانش حد يعني يزاحمني فيها في هذا الوقت. اتصور يعني من 4 لحد النهارده. العفو يعني العفو. وانا صغير يعني يمكن كنت اقوى من دلوقتي. شوف يعني كنت عفريت في العود، حاجة غريبة. كانوا يقعدوا وانا بتمرن في المعهد، يقعدوا يتفرجوا يسمعوني، يقعدوا يتلموا عليا الناس، يقعدوا يسمعوني وانا بتمرن وبدرس، عشان يسمعوا ايه المعجزة ده اللي هو في هذا السن وبيضرب بيعزف عود بالطريقة دي. فانا اول ما اشتغلت في الاذاعة جابوني كعواد، لان ما كانوش يعرفوا ان انا بغني. سمعوني، يظهر الاستاذ الكبير مدحت عاصم، وده له افضال علي، لان هو اللي اكتشفني. هو اللي كان مرة فايت في المعهد وسمع واحد بيضرب عود، وجه وقف على الباب بره وشافني انا بضرب عود وبعزف ازاي. فاول ما اعلنوا ان هو مدير اذاعة، اول ما فكر يستدعيني ويوظفني علشان اشتغل